كلنا كنا فاكرين ان الكور اي 3 فيه 3 كورز، والكور اي 5 فيه 5 كورز، والكور اي 7 فيه 7 كورز، لكن الموضوع طلع غير كده خالص. هو طبعا الكور اي 5 افضل من الكور اي 3، والكور اي 7 افضل من الكور اي 5، لكن الافضليه دي بتحددها شويه عوامل مش مجرد اسمه خلاص. اول حاجه لازم تحطها في اعتبارك هي الكلوك سبيد، ودي بتتقاس بالجيجا هرتز، وبتكون مثلا 2.4 2.8 3.2 جيجا هرتز، وطبعا كل ما زادت كل ما كان افضل. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها وهي عدد الكورز اللي عندك في البروسيسور، واللي كل ما زاد عدد الكورز زادت سرعه البروسيسور. طيب ايه هي مهمه الكورز اللي عندنا في البروسيسور دي؟ بتخليك تشغل اكتر من بروسيس في نفس الوقت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا وليكن اكون فاتح فيلم ومشغل كروم براوزر وبشتغل على حاجه على الاكسل شيت وبعمل بينج على النتورك بتاعتي ومشغل وليكن لعبه، كل ده بيحددوا عدد الكورز اللي عندك في الجهاز. كل ما زاد عدد الكورز كل ما كنت قادر ان انا افتح اكتر من حاجه في نفس الوقت واشتغل عليهم كلهم بسلاسه ومن غير ما الجهاز يهنج معايا. علشان كده لو انت زي حالاتي بتحب تشغل اكتر من حاجه في نفس الوقت، فلازم يكون عندك على الاقل في الجهاز بتاعك 4 كورز. ثالث حاجه وهي الكاش ميموري، واللي لو البروسيسور بيدور على حاجه في الذاكره الرئيسيه لازم يعدي عليها الاول، ولو لقاها فهي بتوفر وقت كبير جدا على البروسيسور في انه يدور على الحاجه اللي هو عايزها في الذاكره الرئيسيه، واللي بيكون حجمها كبير جدا، والبروسيسور بتاعنا بيفضل فتره كبيره جدا بيدور على الحاجه دي، فالذاكره الرئيسيه هتاخد وقت كبير جدا على ما ترد على البروسيسور. لكن الكاش ميموري حلت لنا المشكله دي، وبقى البروسيسور بيدور فيها الاول قبل ما يروح للذاكره الرئيسيه، واللي برده كل ما زادت كل ما كان افضل. ويا سلام بقى لو تركز لي على الليفلز بتاعتها، في عندنا L1 وL2 وL3، او ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. ليفل 1 دي بتكون موجوده غالبا في البروسيسور هي وليفل 2. ليفل 3 بتكون بين البروسيسور وبين الذاكره الرئيسيه. فركز في السايز بتاع الكاش ميموري اللي محدش فينا بيبص عليه او بياخد باله منه. رابع حاجه وهي خاصيه التيربو بوست، ودي هتلاقيها موجوده في الكور اي 5 والكور اي 7 واللي اعلى منهم، ودي بتدي لك ميزه ان البروسيسور بتاعك تزيد سرعته اكتر من البيز سبيد بتاعته او من السرعه الاساسيه بتاعته. وده بيكون في حاله ان في حاجه معينه عايزه سرعه بروسيسنج او معالجه اضافيه اعلى، زي عربيات سباق كده بيبقى فيها سرعتها الاساسيه لكن بيكون فيها برده ميزه التربو واللي بتخليها تقدر تعدي السرعه دي. وخد بالك ان السرعه الاضافيه دي بتحددها شويه عوامل، منها طبعا عدد الكورز وكميه التيار المستهلك ودرجه حراره البروسيسور نفسه. علشان كده بتلاقيها موجوده اكتر بكتير في الديسكتوب كمبيوتر مش في اللابتوبس. خامس حاجه بقى وهي خاصيه الهايبر ثريدنج، ودي بتخلي البروسيسور بتاعك يقوم باكتر من مهمه في نفس الوقت. يعني مثلا لو البروسيسور بتاعك فيه 2 كورز، فطبعا كل كور فيهم هتقوم بمهمه معينه او هتشغل برنامج معين. خاصيه الهايبر ثريدنج بقى هتخلي البروسيسور بتاعك يشتغل وكانه بيحتوي على 4 كورز، يعني هيقدر يعمل 4 مهمات او هيشغل 4 برامج في نفس الوقت. ودي ميزه جامده جدا لو البروسيسور بتاعك فيه خاصيه الهايبر ثريدنج، هتفرق معاك في السرعه جامد جدا. هنيجي بقى لاخر حاجه وهي ازاي تقدر تقرا اسم البروسيسور بتاعك، والارقام اللي جنبه دي معناها ايه. بص يا سيدي، من الشمال لليمين كده هتلاقي مكتوب لك طبعا كور اي 3 او كور اي 5 او كور اي 7، طبعا دي عائله معالجات كور مالناش دعوه بيها. هنيجي بعد كده للارقام اللي بتيجي بعدها. طيب اول رقم بيمثل عندنا الجنريشن بتاع البروسيسور ده، وليكن عندنا في 7 او 8 او 9 او 10 او الكلام ده. طبعا لو 7 طبعا يبقى الجنريشن بتاعه جيل 7، وليكن 8 يبقى جيل 8 وهكذا. فاول رقم ده بيشير للجنريشن بتاع البروسيسور بتاعك. الارقام اللي بعد كده مجرد ارقام توضيحيه للتمييز بين البروسيسورز المختلفه، واحيانا ما بيكونش لها دلاله معينه. نيجي بقى للحروف المكتوبه في نهايه الرمز، وليكن عندنا مثلا حرف الكي، بيشير ده لان البروسيسور بتاعنا انلوجد، يعني مثلا ممكن نكسر سرعه البروسيسور ده. الام عندنا بتشير لان البروسيسور ده مخصص لللابتوبس. الكيو يعني كواد، يعني البروسيسور ده رباعي النواه او فيه 4 كورز. علشان كده وانت بتختار البروسيسور بتاعك سواء كور اي 5 او كور اي 7 او كور اي 9 او هكذا، لازم تركز في التفاصيل دي ولازم تاخد بالك جدا وانت بتشتري علشان ما ينضحكش عليك. قلنا اول حاجه لازم تاخد بالك منها وهي الكلوك سبيد، سرعه البروسيسور بتاعك وعدد الكورز اللي فيه والكاش ميموري، وطبعا التيربو بوست لو في ميزه التيربو بوست ولو في ميزه الهايبر ثريدنج. واخر حاجه ركز في الجنريشن بتاعه اللي ممكن تقراه من اسم البروسيسور نفسه علشان برده ما ينضحكش عليه. وبكده انتهى فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واستنى الفيديوهات الجايه. سلام.